مرحبا بكم معنا. حنا اليوم في نواحي ورزازات وغادي نزوروا ايت بن حدو. الفيلاج ديال ايت بن حدو جا في اقليم ورزازات وكيبعد على المدينه ب 30 كيلومتر تقريبا، وهو معروف بالقصر ديالو. القصر ديال ايت بن حدو تم تسجيله كباتريمون مونديال ديال اليونسكو في 1987، وهو احسن مثال للنوع المعماري اللي كيتميز به جنوب المغرب. هذا النوع المعماري عنده مزايا كثيره، فهو تيكون دافي في الشتاء ومبرد في الصيف، كيف ما انه كيتناسق مع الطبيعه لان لونه من لون التراب. القصر ديال ايت بن حدو هو عباره عن جور مبنيه بطريقه تقليديه محاطه باسوار وابراج. التاريخ ديالها ما محددش بالضبط، البعض كيرجعها للقرن الثامن والبعض كيرجح تاريخ تشييدها للقرن 11 والعهد المرابطي. البعض كيحكي ان القصر تشييد من طرف امغار بن حدو اللي كان كيسكن في المنطقه ابان فتره حكم دوله المرابطين في القرن 11، وحمل القصر الاسم ديالو، وكان كيشكل محطه مهمه ضمن مسار القوافل التجاريه اللي كانت كتربط السودان بمراكش عبر وادي درعا. القصر ديال ايت بن حدو كيستقبل سنويا اكثر من 100,000 زائر، وتصورت فيه عده افلام عالميه بحال لورانس دغابي، بابيل، الكسندر، غلادياتور، استيريكس وبيليكس وغيرها. الفيلاج ديال ايت بن حدو مجهز اليوم فنادق، مطاعم ودور الضيافه اللي يمكن لها تستقبل الزائرين. الرحله ديالنا في ايت بن حدو وصلت لنهايتها. باش تاخذوا كل المعلومات اللي خاصكم حول المنطقه زوروا موقعنا www.lemarocogin.com، وحنا نتلاقاو قريب باش نكتشفوا منطقه اخرى في المغرب اللي كنبغي.